ايه الحاجات اللي احنا ممكن نخزن فيها اللبن؟ قدامنا كذا اوبشن. اول اوبشن ان احنا نحط في اكياس حفظ اللبن، دي بتتباع في الصيدليه، بس مشكلتها ان هي ديسبوزبل، فهي استخدام مره، هنستخدمها مره وهنرميها، ممكن تكون بالنسبه لكم يعني مش موفره قوي. في كمان علب بتاعه اللبن، بس دي ممكن نستخدمها اكتر من مره ونعقمها. انا اخترعت افتكاسه كده انه الازاز مش بيتفاعل مع اي حاجه، فقررت ان اجيب برطمانات هيرو عادي خالص، عامله 110 مللي لو حد عايز يعرف، وبنعقمها، بنعمل لها ميه مغليه ونحط عليها شويه خل، وبعد كده بنحط فيها اللبن. واهم حاجه تكتبي ليبل تحطي فيه كميه اللبن اللي مخزناها وامتى مخزناها فيها، يعني التاريخ بتاعها، بحيث ان احنا نعرف انا هستخدمها امتى. دي اهم حاجه ان نكون عارفين. لو احنا محتاجين اللبن ده، انا هطلعه قبلها بليله يفك في الثلاجه، وبعد كده احطه في درجه حراره الغرفه العادي واعمله حمام ميه دافيه. ما ينفعش اغلي اللبن ابدا، ما ينفعش استخدم مايكرويف ابدا، انا كده بدمره ومش بدي اي فايده للبيبي. كمان لو طفل اخد رضعه واتبقى منها جزء، ما ينفعش ابدا ارجع افرزها تاني او احطها في الثلاجه تاني واقول هديها له بعد شويه، هو اخرها ساعتين وبعد كده هضطر ارميها. فعشان كده ما ينفعش تخزنوا في برطمانات كبيره قوي او تستخدموا حاجات كبيره قوي الا لو انتم متاكدين الطفل هيخلص الكميه كلها.